عشان كده يعني انا احترم كل لاعبي مصر طبعا اللي احترفوا، الناس كل يعني حقيقه طبعا حاول يعطي اقصى ما يمكن اعطائه، وليهم كل الاحترام والتقدير. لكن لما اتكلم من ناحيه الاحصاءات والنتائج يبقى هنا لازم اعمل وقفه، لان الاستاتستيك بتلعب دور كبير جدا، او الاحصاءات بتلعب دور كبير جدا في طريقه تقييم اللاعب. يعني ازاي اللاعب ده سعره يبقى مرتفع. ليه النهارده بيقولوا ان ميسي احسن لاعب في العالم وان جاريث اغلى لاعب في العالم مثلا كمثال يعني. تمام. ليه؟ لان هناك قدرات فنيه عاليه لا يتمتع بها اي لاعب الا هؤلاء نوعيه هذا اللاعب. ميسي وكريستيانو رونالدو وهكذا. كريستيانو رونالدو طبعا. ميسي جاريث. لكن حضرتك تضم محمد صلاح ضمن هؤلاء اللعيبه، يعني انت شايف حضرتك اللي هو مؤثر وكده وده الاهم من كده اللي حضرتك زي ما بتقول المحصله ان هيفتح سوق للاعبين المصريين في الاحتراف. احمد حسن كوكا وعلي في البرتغال، في رايو ايفي، في ايضا في الدوري البرتغالي السادس او سابع، في ايضا اللاعب علي غزال في ماديرا، وهكذا البقيه تاتي. وفي كهرباء، في واحد محمود كهرباء في لوزريان او روزيان السويسري. لوزيان وبرضو من الانديه برضو المتوسط الدوري في السادس او السابع في المراكز دي. لكن عايز اقول للكابتن اسامه عشان اخرج من موضوع محمد صلاح، لكن حضرتك مأيدني، اشكرك طبعا. زي يمكن اكتر واحد اتكلمت عن محمد صلاح وقلت اللي ده يلعب في برشلونه وريال مدريد وتشيلسي ممكن بسهوله، ممكن من المان يونايتد او سيتي، بس عايز شويه اهتمام عشان برشلونه وريال مدريد والميلان هو مستواه كويس جدا. لكن انا عايز اخرج لحاجه بقى مهمه جدا. يمكن انا حضرت المبادره او نخلينا في الاخر. خليني اقول لك قبل المبادره انا بس عشان برضو المشاهد يستفيد. هو ليه محمد صلاح ايجابي؟ لان الفاينل تاتش انا بكلمك هنا من ناحيه فنيه، اللمسه الاخيره ليه اللمسه الاخيره بتاعت اللاعب المهاجم بتفرق جدا في سعره. انا عندي لاعب اللمسه الاخيره بتاعته جوه الجول. هنا في عالم الاحتراف اللاعب الهداف هو اغلى لاعبي كره القدم، لان هو الذي لديه القدره على تغيير نتيجه المباراه. تمام. علشان كده محمد صلاح عنده الملكه دي، عنده ملكه اللمسه الاخيره. النهارده لما اجي ابص على محمد صلاح يعني ابتدي احلل قدام الفرق الكبيره برضه يا كابتن اسامه، لا احلل الطريقه اللي بيجيب بيها اهداف، نمط متقارب ونمط واحد. ايوه انت واخد بالك؟ لكن مظبوط بينجح فيها. هنا معناها ايه؟ معناها ان هو عنده حاسه تهديفيه لا يتميز بها احد من اللاعبين غيره هو. فبالتالي هو اصبح لديه اداء مميز داخل الملعب لا يتمتع به احد الا هو محمد صلاح. واخد بالك؟ ايوه صح. عشان كده تقييمه ايجابي، لان عنده القدره على ان اللمسه الاخيره عنده جوه الشبكه. ومين مدرب في العالم مش عايز لعيب يخلص له المباراه؟ لا مفيش. يبقى هنا هيبقى عليه الطلب. انت واخد بالك؟ فالمساله هنا ان انا مش هقارن محمد صلاح بلعيبه ثانيه مصريين، لا، اللعيبه الثانيه المصريين كل له اداؤه وكل له شخصيته في الملعب. لكن انا كمهاجم واحلل اللاعب بامكانيات محمد صلاح، نظريتي الفنيه هنا بتختلف تماما. اللمسه الاخيره بتاعته بيحصل فيها ايه؟ جوه الجول، بيخلص لك الماتش. يبقى هنا لازم حتى لو قعد 90 دقيقه ما بيعملش حاجه داخل المباراه، ده صحيح، وفي ثانيه عمل لمسه داخل ال 18 فيها جول، هو ده المطلوب. هو ده المطلوب. فعشان كده انا اتصور ان هذا اللاعب فعلا هيكون عليه طلب كبير في من الانديه الكبيره. ما انا قلت يا كابتن اسامه مانشستر سيتي حطوا على اولوياته كمحمد صلاح. يمكن عندنا الخبر، والمان سيتي فلوس كبيره جدا، ضخوا استثمارات كبيره جدا جدا، وهو استثمار اماراتي على وجه التحديد، وحط محمد صلاح على راس اهتماماته. كمان نادي فالنسيا رجع تاني بعد ما هو كان مهتم ايضا من فتره، من 3-4 شهور او قبل بدايه الدوري في سويسرا، اللي هو يعني يعمل مفاوضات جديه. الغريب بقى في الموضوع اللي رئيس روما اللي هو برانتو ميلي، اللي هو الوكيل اللاعبين المحترفين في ايطاليا وتحديدا في نادي اس روما، طالب الاداره بسرعه بالتعاقد مع محمد صلاح. قال من نوعيه زي ما حضرتك بالظبط تفضلت منذ قليل، ان هو من نوعيه اللعيبه الكبار، لعيب موهوب جدا، لعيب فعلا يملك اللمسه الاخيره. وزي ما حضرتك قلت كعين قرويه كابتن اسامه خليل، واحترفت
ولعيب في الاسماعيلي والمصري، احترفت في امريكا ومرشح، كنت احد المرشحين الاقوياء لرئاسه اتحاد الجبلايه، اللي فعلا عين خبيره. يعني لما يكون ايطاليا واس روما عايزين محمد صلاح باي ثمن، من مان سيتي او مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي بدا ايضا يجس نبض الاداره في سويسرا. وانا اتصور اللي في الاخر محمد صلاح مش هيتباع اقل من 10-15 مليون دولار على اقل تقدير، بتهيألي يعني. اعتقد وقد اكون محق او مخطئ، لكن بالمستوى اللي ظهر بيه والرياكشن او رد الفعل يستحق هذا المبلغ. ولا راي حضرتك؟ لا شوف، هو الايجنت او السماسرة لما بيجي يفكر في لاعب، هو بيفكر في لاعب لو كان مهاجم الناحيه الهجوميه عنده ايه اللي بيتميز فيها، والاهم من الكلام ده درجه تركيزه. خد بالك محمد صلاح احنا متفقين على ان اللمسه الاخيره بتاعته ايجابيه. ليه؟ لان درجه تركيزه عاليه جدا. ايوه انت عارف، فاللاعب لما يبقى درجه تركيزه عاليه قدام المرمى كمان هنا بيبقى مطلوب جدا. يعني في لعيبه كتير مهاجمين لكن في نفس الوقت درجه تركيزهم لا تتفق مع امكانياتهم الفنيه. درجه تركيزه بتبقى اقل، فبالتالي بيفقد الكثير من قيمته الفنيه. صح مظبوط. لكن النهارده انا عندي لاعب درجه تركيزه عاليه جدا داخل منطقه ال18 واللمسه الاخيره بتاعته هايله، فبالتالي تقييمه كسمسار او تقييمه ك يعني بيع وشراء لا طبعا مربح جدا. لان اولا لاعب صغير السن، ثانيا جعان. تعرف جعان بمعنى الكوره هنا بمعنى ايه؟ انه لسه عايز يعمل اسم وعايز يطلع وعمال يسمع اللعيبه الكبيره دي اللي في العالم وعايز يبقى واحد زيهم. فهنا السمسار الشاطر او الايجنت اللي هو فعلا عيونه مظبوطه يحتضن اللاعب زي ده، بس يلاقي له المكان المناسب ويقنع المسؤولين باهميه وجود هذا اللاعب، لانه ما زال لديه الكثير. زي ما بقول لحضرتك كلمه جعان، 22 سنه لسه ما كملش 22 سنه، هنجري بلاير. لا أيوة. جعان ليه؟ لانه عايز يكمل وعايز يعمل اسم وعايز ينطلق. انا اتصور ان شاء الله ربنا يوفقه محمد صلاح ويستمر ويحافظ على نفسه. يعني مساله انه يحافظ على نفسه دي في غايه الاهميه طبعا. خاصه في اوروبا في مجتمعات طبعا يعني حقيقه مختلفه عن المجتمع المصري. لكن انا بقول برضو كتجربه لاعب مصري محترف ان كل ده بيرجع للاعب. أيوة. ليه؟ لان اذا اراد ان يستمر ويستمر بقوه فعليه ان يحافظ على نفسه، وبالتالي ينمي قدراته الذهنيه والبدنيه الثقافيه. وطبعا دي ثقافه طبعا، مساله تاقلم لايف ستايل بالظبط. مساله تاقلم مع مجتمعات اخرى دي ثقافه. وبالتالي القدره على التاقلم مع المجتمعات دي مفيش شك عايزه نوع من الخبره. ازاي يتعامل مع الحفلات اللي النادي توقيع على التيشيرتات بنوقع زي مؤتمر صحفي للجمهور. لا بصرف النظر عن كده الحاجات الاجتماعيه. بمعنى ايه؟ في اوروبا وامريكا تملي بعد المباريات في حفله بتتعمل في النادي. والحفله اللي بتتعمل في النادي دي يعني بتبقى حفله مشجعي النادي مع يعني اللعيبه والاداريين والفنيين وكده. في هذه الحفلات الفريق كسبان، فممكن يكون فيها مباح كل حاجه. يعني انت واخد بالك؟ بيشربوا بقى وحاجات. يعني لعيبه اوروبا عادي بيشربوا عصير قصب. لعيبه اوروبا ايوه عادي، ده العادي. ده العادي. يعني العادي مش كلهم على فكره يعني. بس هي الفكره هنا ايه؟ ان محمد صلاح طالع من مجتمع محافظ. ايوه دلوقتي انتقل لمجتمع تاني مختلف تماما منفتح. هنا بقى قدره اللاعب على التاقلم وانه يحافظ على نفسه، سيلف كنترول.